منين وش صار له مع المنتخب الوطني؟ نادوا لصاد جلول انت غير سباب لا لا خلي هذه اسمع لما تغني والشبع كنبدي البلاكه وكتبين استا فينال والد استا الخيمه والد كاساتين راني نستشفى اقسم بالله خرجتو مع راسها مره ما كان لا خا ولا راني نستشفى. السلام عليكم. تعتبر الدولة الكرغولية من الدول الأكبر مساحة في العالم بدون فائدة تذكر. يقال أن الإنسان الذي ترعرع في هذه المناطق ينحدرون من سلالة المهبل الشقرنيجي، وهي سلالة تعاني من مشاكل في الدماغ، وذلك جراء إصابتهم بالفيروس المدلول، والذي يجعلك بدون تاريخ ولا حضارة. دائما ما تستعمر الدولة الكرغولية بدون ردة فعل تذكر، يتركون المستعمر يفعل ما يريد من الفرنسيين إلى العثمانيين، لدرجة أنه في العصر الطباشيري جاء الجرين بويز أو الفضائيون وقاموا بمسح إشعاعي لكوكب الأرض للبحث على دولة لا تقاوم مستعمريها، فوجدوا دولة كرغوليا وقاموا بتعميرها، لكن سرعان ما رجعوا إلى أراضيهم لأنهم تأكدوا أن مكوتهم في كرغوليا سيعرضهم بالإصابة إلى الفيروس المهبل الشقرنيجي، فرحلوا وتركوا الكرغوليين عرضة لمستعمرين جدد. فبعد ملايين السنين جاء العثمانيون هم الآخرون باستعمارهم بدون سلاح، ثم جاء الفرنسيون فتكرفسوا عليهم هم الآخرون. يفتخر الكرغوليون بموت مليون شهيد من طرف المستعمر الفرنسي الذي لازال يستعمرهم بطريقة غير مباشرة. اللهم ارحم جميع شهداء الدول الجزائرية والعربية. رغم كل هذا الظلم والعدوان إلا أن بعض الكرغوليون يقدسون فرنسا، ولولا وجود رجال المغرب الأحرار ينحدرون من سلالات العلوية لظلت كرغوليا مستعمرة لحد الآن. فقد ساعد المغرب في استقلال كرغوليا، وساهمت كل هذه الظروف المزرية التي مرت فيها كرغوليا ونتجت لنا هذا الوضع الحالي. عدد الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة عددهم 90% من المواطنين. هل قلنا كثرة الكالاخ وكثرة فيروس المهبل الشقرنيجي لدرجة أن الوضع وصل إلى تعيينهم إلى رئيس اسمه الجهاز التناسلي للمرأة، ويحكمه أيضا شيباني عسكري يتحكم في كل شيء. أدى هذا النظام العسكري إلى إنتاج أناس مهبلون لا يتكلمون عن حقهم في دولة كرغوليا. سنعود بعد قليل. كأس إفريقيا 2025 بإذن الله في الجزائر. شنو هي؟ عاودي كأس إفريقيا 2025 بإذن الله في الجزائر. الشهادات ولا تخلصت عليك عليها قهوة. ومبروك علينا لاشان اللي تبدا إن شاء الله نديوها، تحبوا تبعتوا ما تبعتوش هذاك ما يخصكم غير نتوما، المهم لاشان نديوها، والكوب دافريك بربي إن شاء الله في الكوت ديفوار نجيبوها. اللي شاف شيء يقول الله يستر الله يستر. وفي الجزائر ننظموها ونزيدوا نديوها، والكأس العالم ماشي دومي فينال لا فينال. وانت من هادشي كله طالقين علم راه الحبيب داخل المرحاض. هذه كأس تاعنا. أنت مضروبة بمسدس فارغ أم دارت لك النقشة؟ عدنا. فدولة كرغوليا تتوفر على ثروات بترولية هائلة، وفي الحقيقة يجب عليهم أن يعيشوا مثل دول الخليج والدول الأوروبية، لكن النظام الحالي يسرق جميع الأموال ويترك الشعب المهبول مسروحا عن طريق المغرب وإنجازاته وكرة القدم ولقجع وجمال بالماضي. هذه هي حياة الكرغولي. في أجواء جنائزية خرج المنتخب الوطني من الباب الضيق. مرات خلعتيني يا وليدي، حشيتي لي ركابي. واش دير خلعة فاش انا عمي؟ كارثة في كرة القدم الجزائرية. حكيم ضد الجزائر. الأحداث اللي صراو أحداث خطيرة جدا. يا ودي الله يهدي. الجزائر راهي معرضة إلى مؤامرة. بصح لازم نعرفوا يا ناس وتعرف يا جمهور بلي تعرضنا لمؤامرة دانئة مؤامرة يعني شنيعة من أجل تكسير الجزائر. فهمتك ضد الفريق الوطني، مش فقط ضد المنتخب الوطني ولكن ضد الكرة الجزائرية. هو دي باينة، هو دي إسرائيل ديريكتومون. ضحكتيني، شحال هذا ما تمازحنا ياك. والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامرة، بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كان مؤامرة. احنا فشلنا بس هنقول مؤامرة. كرة القدم هي ظاهرة اجتماعية، تقدر كرة قدم تنوض لك بلاد.
علاش؟ كرة القدم هذه راهي ولات داخله في الجانب الجيوسياسي، عسكري، اقتصادي، امني، ثقافي. احنا كلنا لازم نكونوا مجندين. كل هذه الهيئات مسيرة ومسيسة وخاضعة تحكم فيها لوبيات اللي راهم متحكمين في العالم. الجزائر نحبوه ولا ما نحبوش مستهدفة بسبب وقوفها مع القضية الفلسطينية. خوتي الجزائريين رايحين يحرروا فلسطين، صاي تحرير فلسطين بالعد السلوبية. خسارة في كرة القدم تقدر تزرع لك الاكتئاب عند الشعب. واش تمسطي؟ واش طلع عندك هذا ولا لا؟ كي يكون مكتئب يكون سهل باش تسيروا باش تنوضوا. وقد قام الباحثون بالبحث عن كرغلي حر لم يتأثر بكلاخ النظام المهبلي، فوجدوا أن نصف دولة كرغوليا هكذا. وتعبانوا انتوما ما تبغوناش. ها النتيجة تاعكم، ها النتيجة، ها والنصف الآخر هو أيضا هكذا. نقولها ونعاودها ونقولها ونعاودها أن أضرر عليها كل المقومات باش توكل إفريقيا وتوكل نص العالم. عاودها. توكل إفريقيا وتوكل نص العالم. هذا الشيء أنا نقوله وأنا متيقن منه. طوابير. مؤخرا قام الكرغوليون بسرقة أي شيء تاريخي من المغرب، زليج، طعام إلى آخره، لأنه لا يتوفر على تاريخ، فهم يأخذون عقد ازدياد من المغرب. ناس ديتوا لهم الزليج، ديتوا لهم القبطان، واش خليتوا المغاربه حامبوكم؟ حاجه اللي يجبدوها يكونوا تاعنا. هي اصلا مروكيه ماشي جزائريه، لا خويا ابا عن جدا قلبا وقالبا جزيريه خويا وفحله، ونشهد بالحق ونقرص كي النحله. تتوفر كرغوليا على أكبر مساحة فلاحية لكن بدون فائدة، فهم يعانون من الجوع وغلاء الخضر والفواكه. السلام عليكم خاوتنا. يا الشعب الجزائري ياكل اللحم، ياكل الحوت، ياكل الفواكه، علاه ماشي عايش كيما الشعوب؟ علاه؟ يا واش باقي لكم؟ راكم موتى، اش باقي لكم؟ اذا ما ياكل فواكه، ما ياكل حوت، ما ياكل اللحم، ولديهم زيادة في الحمير ونقصان في الأبقار، مما ساهم هذا الأخير في إنشاء طوابير الحليب.